هاي يا شباب، عاملين ايه؟ انا دكتورة نرمين مقبل، وجاية النهاردة اتكلم معاكم في موضوع مهم جدا، هو سوء التغذية للاطفال. ازاي انا كأم اعرف اذا كان ابني واصل له الحاجات المناسبة لسنه واللي نموه عنده في المرحلة دي ولا لا؟ اعرف منين؟ ابص على شعره اشوفه صحي، ولا في شعر ابيض، ولا في حتت ما فيهاش شعر، ولا بيقع. كل الحاجات دي انا بقدر اقيم منها اذا كان طفلي واصل له الغذاء الصح ولا لا. ابص كمان على عينه. في اطفال بتبقى عينيها على طول ملتهبه وعلى طول محمره، ده بيبقى زياده املاح في الاكل وشويه حاجات تانية. ابص على عينه واشوفها اذا كانت سليمه ولا في بعض المشاكل فيها. ابص كمان على اللسان. اللسان ساعات بيبقى فيه كده بقع بيضة، ده نقص فيتامين بي في الاكل. يعني هو مش معنى كده ان الطفل ما بياكلش، بس معنى كده ان الطفل مش واخد اكله صح، النظام الغذائي بتاعه مش مظبوط، فبيطلع عليه الاعراض دي. زي ما بقول لكم، البقع البيضة اللي في اللسان ساعات بتبقى الاسنان مش مظبوطة، بتبقى لونها متغير، الابيض مش نفس الدرجة، في بقع فيها. الحاجات دي بتقولي ان انا ابني ناقص عنده فيتامين كذا. عايزه اقول لكم كمان حاجه تانية مهمه جدا، ان مزاج طفلي معتمد على الغذاء بتاعه. ايه ده؟ جديده دي. هي جديده، انه ساعات الطفل العصبي بيبقى عنده نقص حاجات معينه في اكله. غالبا بيبقى ساعات حديد، بيبقى ساعات فيتامين ايه، بيبقى ساعات زنك. الحاجات دي كلها بتأثر على مزاج الطفل. الطفل ساعات مش بيبقى قاعد في المدرسة بياخد كل المعلومات زي صاحبه اللي جنبه، علشان انا مش بعرف اغذيه صح. كمان التركيز حاجة مهمة جدا، اعرف اذا كان طفلي بيركز ولا لا. التركيز الصح المناسب لعمره ده شيء مهم جدا. ايه تاني؟ التحصيل الدراسي، الدرجات بتاعته، نومه كتير ولا بيتحرك زي بقية الأطفال، حركته زيادة ولا. طب أقيم ده منين؟ أقيم ده إنه الطفل مثلا المفروض إن هو يتحرك ساعة كاملة، يتحرك فيها ساعة، يعني ما يقعدش على حيله ساعة، يتنطط ويروح ويجي ساعة كاملة خلال اليوم. اكتر من كده يبقى انا طفلي عنده مشكلة، لازم انا اخلي بالي منها، بديله مثلا سكريات زيادة. السكريات الزيادة بتهايبر الطفل. وانا النهارده لما بتكلم على سوء التغذيه مش بتكلم على الطفل اللي ما بياكلش الاكل. ملوش دعوه بسوء التغذيه ولا انه تغذيه سليمه. ان انا احط الحاجات الصح خلال اكل الطفل او في جوه اكل الطفل، هو ده الصح. يعني انا ممكن اكون باكل الطفل حلو خالص، بس مثلا مش بديله فاكهه، فانا كده هو عنده نقص فيتامينز. حتى لو هو بياكل كويس. لو انا مثلا باكله حلو بس مش بديله بروتين كافي، هلاقيه بيشتكي من عضلاته، هتلاقيه بيشتكي من قلبه. انا قلت لكم حاجات سريعه كده، يعني يا دوب عناوين. بس لو طفلك عنده اي مشكله من دول، خلاص انت اعرفي ان ده سوء تغذيه، وحاولي انك انت تتواصلي مع حد متخصص او تتابعي له مع دكتور تغذيه علشان تظبطي له يعني موضوع الحاجات اللي هي لازمه للسن ده. اشوفكم في الفيديو اللي جاي وفي موضوع جديد. باي باي.